هكذا صار المشهد في ظل أزمة النقل. مواطنون لم يعد بإمكانهم سوى الاستعانة بدراجات ثلاثية العجلات. من نقل البضائع إلى نقل الأشخاص صارت هذه الوسيلة، ففي الدراجة الواحدة قد يتعدد عدد الركاب ما بين 5 إلى 6 أفراد، وبتعدد الركاب يتضاعف حجم الخطر. ورغم ذلك فالغاية تبرر ما قد ينجم عن هذه الوسيلة بالنسبة للمواطن وصاحب الدراجة من مخاطر. احنا مش نجيبوا شي سلعة الفوق وصافي. ياك صافي. من تجي سلعة؟ من شي حينارة. داك الشتا التأمين كيفاش تأمين؟ لاسيرونس انت ما محميش. ما عرفت. وسولو هو. انت عارف ولا ما عارف؟ ما عرفت والله ما عرفت. ريبورتور مرة راكب فيه، كان راكب في الطاكسي. عارف راه ممنوع تركب فيه؟ نعم. عارف ممنوع تركب فيه؟ فاش؟ المهم قال لي هذا واش غادي نضرب على قلت له سير. قاز بيك كولياس كورساج. ايوا بعد خطرات الا بانت لي شي بلاصه كنهز في الطريق كنعاونوا الوقت والسلام. راسك راه ممنوع تهز بلاصه في الطريق. يا خويا الوقت اخويا ما كتسمعش. لكن ما لا يعرفه المواطن فإن هذا النوع من الدراجات الثلاثية العجلات لا تتوفر على تأمين بالنسبة للركاب سوى صاحب الدراجة، وهي مخصصة فقط لنقل البضائع، وكل ضرر يعتبر خارج الحماية القانونية. ما يجب معرفته بالإضافة إلى الجانب القانوني والسلامة الطرقية أن المسافرين عبر هذه الناقلات لا يشملهم تأمين على الحوادث، لأن هذه الناقلات مخصصة أصلا لنقل البضائع وليس لنقل المسافرين.